السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست حكي انتخابات عبر شبكة الرابعة. أهلا بكم. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دور المرأة الفلسطينية في الانتخابات البلدية، دور المرأة كناخبة، كمرشحة، وكعضو أو فاعلة في هذه الانتخابات. وخير من يتحدث باشمهندسة ليانا أبو عيشة، عضو مجلس بلدي سابق، وخاضت هذه التجربة، رأيناها في الميدان ورأيناها في المجلس البلدي كعضو سابق في مجلس بلدي الخليل. باشمهندسة أهلا وسهلا في بودكاست يلا انتخابات. أهلا بك أخي عادل، مشكور لهي الاستضافة وشكرا لك. يسعد صباحك صباح المستمعين. أهلا بحضرتك باشمهندسة. نحكي عن تجربتك في الانتخابات. بالبداية لما فكرتي تترشحي لخوض الانتخابات البلدية في الخليل، كيف كانت هاي التجربة؟ المجتمع تقبل، ما تقبل، شجع؟ احكي لنا قصة الترشح. أنا شاركت في هاي التجربة ضمن قائمة فاتح. كانت قائمة مهنية تحتوي على خبرات عالية، وأنا كوني مهندسة وعندي خبرة حسيت وارتقيت إنه رح نطلع بأفكار للبلد تخدم البلد. وضعنا برنامجنا الانتخابي. لما الناس عرفت إن أنا شروعي بالنزول كتير دعموني، كتير انبسطوا، كتير قالوا إنك أنت قادرة تصلي، أنت رح تكوني صاحبة قرار. فلقيت كتير دعم يعني من اللي حوالي. بمعنى أنه المجتمع تقبل هذه القصة، وليس فقط لأنه ضمن الكوتة، وبالتالي التصويت كان باعتقادك للمرأة المشاركة أم لأنها ضمن كوتة مفروضة أصلا في القائمة؟ لا طبعا، مشاركتي أنا كوني مهندسة أنا متواجدة دايما في الميدان، يعني مش مرأة موجودة ضمن كوتة أو أسهم. فكان التوجه إنه جايين ينتخبوني أنا، يعني لما كان في صندوق الاقتراع جايين ينتخبوا ليانا في قائمة فتح عشان ليانا، مش عشان كوتة نسائية. بغض النظر أنا كان إلي في تجربة كانت أم زيد بوجه لها كل التحية في 2012. شكلت قائمة نسوية بكامل شخوصها 11 امرأة. هاي ال 11 امرأة هي فكرت ترتقي إنه تعمل قائمة تزيد نسبة مشاركة المرأة، يعني نزيد نسبة مشاركة المرأة اللي هي دائما 20-21%، حتى تقدر المرأة تمثل في المجلس البلدي. فللأسف لما كنا في الدعاية مارسنا حقنا في الدعاية الانتخابية وإن نروح الدواوين ونشارك، لقينا في عقوبات، في توجه، في أشخاص يقولوا لك وين فيش رجال، ليش مشكلين قائمة نسوية؟ مش لأنه قدرة المرأة مش واعية أو إنها هي مش قادرة تصل، بس المنهجية اللي هي انطرحت فيها الفكرة. فحسيت إنه عن جد النساء المجتمع بفكر في الكوتة النسائية، وإنه المرأة بدها تصل عبر كوتة نسائية. بس فعليا في 2022 لما أنا خضت الانتخابات كتير كانت تختلف الصورة، كتير صار وعي مجتمعي بالنسبة للسيدات، لأصحاب القرار، للأشخاص، للرجال بشكل خاص. يعني بمعنى أن المجتمع الخليلي بات يتقبل وجود المرأة الفلسطينية الخليلية في المؤسسات، تقود، تتفاعل، تشارك، تكاتف الرجل كما هو في الميادين الأخرى. صحيح. وعليه تحكي لنا مواقف ربما يعني كانت صعبة، أو هل واجهت أي مصاعب، أي قصة تستذكريها في فترة الترشح من محاولات لثنيك مثلا، أو شو بدك في هالشغلة من هاي المصطلحات العامية اللي بنسمعها؟ بصراحة أخي أبو أحمد، أنا بلاقي صعوبة كبيرة بين الناس إنه ما بنحكى شو تحديات اللي بواجهها عضو مجلس البلدي. يعني أنا كنت مواطنة وعندي مكتب هندسي، أتبع إجراءات الترخيص وأزود الناس بالخدمات، أقدم لهم الخدمات مية وكهرباء. بس أجواء الكواليس جوا المجلس البلدي بصراحة ما كنت عندي دراية. بتلاقي لوبي مغلقة، يعني ما بنحكى التحديات. فأنا لما ارتقيت، لما شفت إنه عادي عندك تنزل انتخابات، بس شو العوائق، شو في تحديات، شو في، ما كنتش أعرف. لما دخلت المجلس البلدي حاولت أنشر هاي التحديات وأحكي لصحباتي، لزميلاتي، للمهندسات، للمتمكنة إنها تصل تكون صاحبة قرار، حتى لأنه المجتمع بحاجة، لأنه إحنا بحاجة. التحديات واجهتك
كامرأة ولا كعضو مجلس بلدي لا جديد؟ كعضو مجلس بلدي. أنا بأكد وبحكي لك إن أنا امرأة عاملة، بشتغل في الميدان، بشتغل مع الرجل. أنا أغلب شغلي مع الرجال، يعني بقدم لهم الخدمات، بقوم لهم بالترخيص، بوجه خدمات يعني مع المؤسسات. فأنا ما حسيت في صعوبة كأني امرأة، لأن أنا متواجدة أصلا في الميدان. تمام. بعد الفوز دخلت إلى المجلس البلدي، كيف كان التعامل مع المرأة في المجلس البلدي، مع عضو المجلس البلدي؟ هل كنتوا فعلا مؤثرين، صاحبي قرار، فاعلين، أم كنتم ضمن كوتة لابد من حضوركم ضمن التشكيلة القوائم والانتخابية؟ ولا مرة حسيت إن إحنا داخلين كأني أختلف عن الرجل أو أني كوتا نسائية. كنت على طاولة المجلس البلدي زي العضو المجلس البلدي. كان آرائنا مسموعة، وإن كان يقول لك اتحفظي اعترضي في بعض الأوقات. أنا ما يعجبنيش القرار أو غلط أو في مشكلة أو حاسة إنه مش صح للمصلحة العامة، كانوا يحكوا لنا اتحفظي. يعني هاي كنت أنزعج منها، اتحفظي. احكي بتحفظ للتاريخ، بسجلها لاي حدا ممكن يطول هاي المعلومات يجي يفتح السجلات امام انا محاسبه امام الله وامام العباد ايضا. فبسجل للتاريخ، ما حسيتها عائق. في اشياء، في مواقف يعني ممكن تكون فخر إلي، ومواقف انحطيت أنا بزاوية معينة. في موقف كان مدعوة أنا للمشاركة لتمكين المرأة، فبعرض للمجلس بحكي لهم أنا مدعوة لورشة عمل لتمكين المرأة. فبحكوا لي وين؟ بقولوا بتطلعوا فيه أنت بدك تمكين؟ قلت لهم لا. يعني ضحكت، أنا انبسطت من ردة فعلهم، من ثقتهم إنه أنا عن جد ممكنة قادرة صاحبة قرار، قراري وصل إلهم. فبحكي لهم أنا لو مش أنا بدي أتمكن، بمكن غيري، بمكن عضوات المجالس البلدية والقرى. فبوصل لهم اللي أنا بدي إياه عشان هم يندعموا في مواقعهم، في مواقع صنع القرار. في موقف تاني كان لما طلعنا على، كان عندنا إزالة التعديات، كنا ماخدين قرار مجلس بلدي بإزالة التعديات. كان الطواقم جاهزة، شرطة، الغرفة التجارية، المحافظة، الجميع، كل شيء جاهز، ومستنيين أعضاء المجلس البلدي نطلع الساعة 7. بتفاجأ أنا إنه إحنا وصلنا الموقع فيش ولا عضو جاي. الآليات كل شيء جاهز، يعني كل شيء على أتم الاستعداد، وبستنوا إشارة واحدة إنه من مين؟ من عضو مجلس بلدي. أنا قلت له هيك تفضل بلش. فمن هون يعني حسيت ان انا قديش قادره، وقعت انه عن جد بنستنى صاحب قرار مين بده يبلش، ان انا كنت قادره. كيف كنت أثرت فيك قرار. هاي التجربة من أنه مهندسة ليانا اليوم اتخذت قرار كل هذه الفعاليات، كل هذه المؤسسات فقط كانت تنتظر إشارة من يدها؟ بصراحة كتير كان موقف قوي وموقف تواجه الناس. أنا ما توقعت إنه المواجهة تكون بهاي، يعني خلص إحنا ماخدين صاحب التعدي ماخد إخطار، وإنه عارف إنه بده يزيل، بس كان في متطلب إنساني اجتماعي كله كان. يعني حتى مثلا صاحب البسطة ما كانش بده، ما خالي وجهت الناس إنه تعالوا اخلوا معه شابنا. يعني كان في موقف متطلب فيه أكتر من حالة، والحمد لله الله أعطانا. لونها بعديها صارت قصص يعني، بس أنا بنفس الموقف كنت كرجل، ما توجهت كامرأة، وفي إخوان تعاطوا معي. يعني أنا بعد هذا الموقف كتير من الإخوة أصحاب المحلات يرنوا علي شخصيا، مهندسة ليانا إحنا إمنا التعديات، تعالي زورينا. مهندسة ليانا تعالي في منطقتي في أي مكان. حسيت يعني كتير انبسطت بهول صدى الناس كيف وصلهم الأمور، وإنه الناس قادرة تصل، الناس بدها كلها ترتب الأمور، تنظم البلد. لأنه أصلا دور المجلس البلدي شو دوره عن باقي الموظف؟ جاي ينظم بلد. الناس جاهزة تستعد، بس كيف بدها الناس؟ بدها كالمثل، يعني زي فلان تقيم الكل، ما تبلش إشي شخصني. فانبسطت بهاي الهمة والله. اختلفت نظرة الناس والتعامل معك قبل ما تكوني عضو مجلس بلدي لصرتي عضو مجلس بلدي، وبعد ما تركتي عضو مجلس بلدي؟ لا صراحة ما حسيتها أثرت بالمرة. ليش؟ لأن أنا كنت واضحة، شفافة. كانت أول شغل عندي النزاهة. يعني أنا ما أقدر، يعني في أنت تصور في طاولة المجلس البلدي
بتصير هالقرارات. لما تصير القرارات بتتفاجأ إنه في مثلا قرار بيطلع بيعرفوه موظف فلان أو مواطن ممكن يعرف فيه، فبصير يوجه ويرن على العضو المجلس البلدي: أنت ليش اعترضت؟ أنت ليش تحفظت؟ أنا ليش ما مشيش القرار؟ أنا ليش؟ أنا كنت واضحة وصريحة مع الناس، يعني كنت أحكي لهم لازم ينتشر قرارات المجلس البلدي. أنا لو أنا متحفظة أو معترضة عادي عندي جرأة أحكي لفلان أنت عندك مشكلة، أنت كذا. فما حسيت إنه تأثر موقفي بعد ما تركت البلدية. كيف من موقعك كسيدة كنت تتابعي قضايا المرأة الخليلية المتعلقة بخدمات بلدية الخليل كأم المؤسسات، وقديش كان للمرأة فعلا دور وحضور ومكان في أجندة بلدية الخليل؟ في البلدية بالنسبة للمواطن كالمرأة كأنها مواطنة، المرأة كتير سهل عليها تتبع مع عضوة مجلس بلدي، مش مع عضو مجلس بلدي، كون عنا عادات وتقاليد. فهي لما تتبع مع امرأة، أنا كنت أتبع كامل تفاصيلها، إذا عندها مشكلة، إذا مثلا وبيكون حساس وضعها، عندها أي إشياء أتبع لها إياها. مثلا عندهم مشكلة في النفايات، عندهم مشكلة في الأبنية، عندها مشكلة في الكهرباء، في المياه، فكنت أتواصل معها وأضل عبين ما تاخد الخدمة وأتبع معها. بالنسبة كمرأة في بلدية الخليل، أنا بطمح تزيد نسبة المرأة في بلدية الخليل. هي صارت 4، كان قبل كالكوتا 3 قصدك أنت اليوم ولا كوضع ككوتا؟ المرأة؟ لا، بشكل عام احنا بنحكي قضايا المرأة بالانتخابات البلدية. هلا الكوتا النسائية زادت، نعم. 4 بدل 3. عادي لو صرنا نص رجال، يعني شو المشكلة؟ يعني هم 15 مقعد، عادي لو كانوا 7 نساء، شو المشكلة؟ قادرين ياخدوا قرار. يعني أنا ما بحكي المكان، أنت بتصنع المكان، بصنعك أنت، بتصنع المكان. فما أظن اللي بيكون بده يكون في موقع مش نازل وجاهة ولا نازل تشريف. أنا مشرفة من دار أبي، وعندي وجودي وعندي نفوذي وعندي سلطتي، شو جاي على هذا الموقع إلا إنه تكليف وإنك أنت قادرة تنجزي. هو القصة مش بالعدد، يعني ممكن 1 2 3 يكونوا يعني يعطوا، بس كيف هم بدعموا بعض، بدعموا فكرة. يعني تتصور 4 صار هلا، يعني بدهم كمان تقريبا 4 بيطلعوا بقرار، يتحفظوا الباقي، بصير القرار بيمشي. تتوقعي انه المرأة تدعم المرأة؟ كان في تجانس ما بين الأعضاء الإناث في المجلس البلدي، ولا يعني كان في منافسة كغيره من باقي الزملاء؟ مثلا عضوات المجلس البلدي كان في صحيح في تنافس، كان في إنه كل واحد، يعني كنا في مشاركة فعلية، في تنافس، بس إلا في بعض الأحيان يصير في اختلافات. فهي الاختلافات بتأثر صراحة. سلبي؟ أكيد سلبي. حتى إنك أنت ممكن تقدر ما تستمرش. يعني في مرحلة التصويت، وإحنا اليوم يعني قربنا من السباق الانتخابي، قديش المرأة تأخذ من النساء أصوات؟ فعليا يعني بدهم يصوتوا النساء للمرأة، لازم يصوتوا لها بنسبة كبيرة. المرأة تصوت للمرأة، يعني تاخد نسبة كبيرة 80%. لازم، إذا المرأة ما دعمتش المرأة مين بده يدعمها؟ وفي رجل فعليا مقتنع في دور المرأة. يعني أنا كتير صراحة يتواصلوا معي يقولوا لي رجال وسيدات إنه انزلي وإحنا جاهزين ندعمك، انزلي. بس أنا أقول اعتذرت لأنه أنا عندي ظروف خاصة. يعني ففي طيب، الصورة النمطية بأنه مجتمعاتنا العربية بشكل عام، الفلسطينية الخليلية، مجتمع عشائري، المرأة دورها أحيانا ثانوي. قلت بأنك اقتحمت هذا المجال وأثبتت فيه نفسك، بمعنى أن الصورة النمطية انكسرت، أم لا زالت المرأة تجد بعض الموانع في مجتمع عشائري وقبلي؟ أنا صراحة شخصياً إلي كتير عيلتي تقبلوا، وعيلتي وعيلة زوجي في دعم كبير إلي. ما حسيت إن النمط العشائري إنه في يوم من الأيام خلاني أوقف، كوني أنا إلي 20 سنة بشتغل يعني في السوق. يعني بس أحياناً النمط العشائري ممكن يوقف حدا
قادر يصل، بس لأنه والله أنت بنت ممكن ما تصلي. بس حاليا أنا مش حاسة هذا الدور موجود، لأنه الكل صارت البنت يعني حاليا كل الناس عمالها والعائلات بعلموا بناتهم. الصورة النمطية حاليا تختلف عن 2012. يعني احنا بتجربة الانتخابات في 2012 اتصور كانوا لصندوق الاقتراع يجوا السيدات لابسين طقومة الصلاة مع أبوها مع أخوها مع جوزها، يقولوا لها انتخبي فلان كونك أنت مش صاحبة قرار. الصورة النمطية حاليا كلها بتختلف، الأجواء كلها تختلف عن مثلا 2012 عن حاليا عن سابقا، لأنه صار وعي فكري ناضج صار عند الناس كلها تقريبا. يعني كفاح ونضال المرأة صحيح. غير من الصورة النمطية لبات المجتمع يتقبل ويتفهم أن هذا الدور كلما كان أكثر وجودا أكثر تأثيرا كانت نتائجه أفضل. صحيح. يعني أنا بدي أحكي لك إشي بسيط. مثلا إحنا أبي الله يرحمه جابنا 4 بنات أول عمره، ما جاب الصبيان. فكنت أنا إني أثبت نفسي في الميدان. فصار في واحد من عيلتنا جابوا بنات بقول لي أنا بدي تصير بناتي زيك، بدي أعلم بناتي، بدي أخليهم زيكم. فصار في هدف عند الناس، صار في توعية إنه البنت زي هذا الرجل، البنت الصح. في ولد كتير ممكن يجيب لأهله المسبة، ما يكون الصح، مش شرط الدور على الأخلاق والتربية بالآخر. دور المرأة في الانتخابات، وهذا عنوان بودكاست حكي انتخابات، كبير أكبر تتمني له أن يعني يصل إلى أين؟ يصل إلى دور رئيسة البلدية، تكون رئيسة، تكون وزيرة، تكون بس التي تستحق، اللي بجد عندها الأحقية، اللي ممكنة، اللي قادرة تصل. مش مسمى أنا امرأة أو مين مكان. في كتير مجتهدين، في كتير إلهم مش بارزين، يعني في ما جتهمش الفرصة حتى يبرزوا، لأنه إحنا مش مسلطين الضوء على قصصهم. فإن شاء الله بتوصل. وطول ما إحنا عمالهم مثلا انتخابات البلدية، فيش عنا انتخابات تانية. يعني أنا تفاجأت في غرفة التجارية إنه فيش ولا سيدة. لما صارت انتخابات الغرفة التجارية بحكي لهم ليش فيش ولا سيدة؟ ولا سيدة رشحت فيش حالها. سيدات أعمال في مع إنه مجتمعنا. موجود سيدات أعمال. تقول ليش ما بتفيش في القائمة مثلا مرشح نسائية؟ فضروري يكون تمثيلها في كل الأماكن. المرأة لما تكون موجودة في المكان بتلامس احتياجات تختلف عن الرجل. هي بتنشأ من الأسرة. كل أسرة ناجحة اعتبر إنها المرأة اللي نجحت الأسرة، مش لأني مرأة، لأن أنا شايفة صديقتي، زميلتي، أمي، عمتي، خالتي، لأن هي حجر الأساس في البيت. إذا كان منتشئ على إنساني واجتماعي بيكون البيت رائع. فهي لازم تكون صاحبة قرار وتصل لأعلى المستويات. مهندسة ليانا، شو رسالتك كامرأة اليوم بتفكر بحال انتخابي قاعد بيتبلور في البلد للنساء المرشحات وللنساء المنتخبات؟ أنا بوجه رسالة لإخواتنا المرشحات، بحكي لهم كوني قوية، كوني قد المسؤولية، اعترضي، اتحفظي، احضري اللجان، شاركي بكل تفصيلة من تفاصيل البلدية. يعني صراحة إحنا في المجلس البلدي عندك 6 لجان، منها 4 لجان مجلس و2 ثانوي، وهي يتقاضى عليها بدل جلسات. أنا كنت أحضر في اليوم 3 ل4 جلسات. يعني في الشهر ممكن أطلع 60-80 جلسة بين الكهرباء وشركة الكهرباء وبين البلدية، حتى أعرف كامل التفاصيل، حتى أكون على طاولة المجلس البلدي يعني ملم بالتفاصيل، ويكون إلي قرار. تنزل على الميدان، تشارك في كل التفاصيل. ما بيهمني أنا أكون اليوم أحضر الاجتماع وأبين على السوشيال ميديا أن أنا عضو مجلس بلدي، أنا حاضر الاجتماع على صفحة البلدية. أنا بيهمني شو إنجزت، أنا بيهمني أزور ناس، أحل مشكلتهم، أكون متواجدة معهم، ما أضعف. أي حدا حاول يقلل من قيمتك كامرأة أو يقلل، هو قادر يضعفك، مش لأنك أنت ضعيفة، لأنك أنت قللتي من نفسك. ما تسمحي، كوني لك شخصية، ما تتنازلي، ضلي على قناعتك. أنا بحب المرأة القوية اللي قادرة تصل، اللي بتثبت نفسها بجدارتها، وإن شاء الله هي رح تصل. شو بتتوقعي رح يواجههم تحديات داخل المجلس البلدي بحكم تجربتك السابقة؟ صراحة في تحديات كبيرة، وفي منها إشي متعاقب. يعني عندك مثلا في تحديات في الأبنية،
إحنا لحد الآن المخطط الهيكلي لحد الآن مش مقر، مش معتمد، يعني مع إنه كل البلديات يعني عمالهم بيجددوا هذا المخطط الهيكلي عدم اعتماده بيعطينا لأنه تضل في استثناءات. تضل مثلا أنا شاري سكنة في الطابق الأرضي مرخصة ومش أخي، حتى الإخوة بتعملوش معهم، يعني أنا ضد كيف أنت بتتعامل بتدعم المستثمر كونه بايع سكنة وما فيها اشتراك كهرباء، فأنت بتعطيه لأنه بعقد بيع بس غيره لا، فأنت بتستثني فلان تستثني بتعطيه 5 مش يعني في إشكاليات، في استثناءات، في شوارع، في حدا بياخد تخطيط تخفيف ارتداد يعني شارع مقترع، في ممكن يلتغى شارع يدخل جلسة، يعني في جلسات بصير فيها استثناءات. مثلا تجيب شارع مقترع ممكن آلية تنفيذه غلط، طب ليش تم آلية تنفيذه ما تنفذ؟ لأنه صار في أبنية قامت، فيش عنا إشراف إلزامي في الخليل، مع انه احنا اقرينا الاشراف الالزامي، جبنا موظفين، حاولنا نسعى والمفتش الشامل، بس للاسف مش كاين يطبق. يعني انت في بلدية دورة كل الاحترام لهم، ما يعني ممنوع ينبنى الا بيجي يكون معاه مخطط وماخذ رخصة. في بلدية الخليل لا، بيروح برخ بيروح ببني وبعديها بيتجه للرخصة، بتفاجئ انه ممكن باني في الشارع. يعني لازم يتكاثى في الموضوع. التحدي هذا كبير، انه فيش مخطط هيكلي، في تحدي الكهرباء، في سرقات كهرباء. يعني انا بتفاجأ من زميل سمعته بيحكي انه البلدية مش لازم تكون معاها مصار، لازم تكون مفلسة. أنا ضد هذا الحكي، بالعكس البلدية مدخراتها خصوصا إنها بتاخد مدخرات من شركة الكهرباء، في مساهمة مجتمعية بتاخدها من الكهرباء حوالي 20 مليون، منهم رواتب ومنهم مساهمة مجتمعية للطرق، للصيانة، لإشي للبلد. فهدول الأشياء أنا إذا ما استغليتش الترخيص ودعمت الترخيص عشان أدعم مقدرات البلدية، بقدرش أخذ مصاري عشان أغطي الموظفين الكهرباء. في علاقة تكاملية. فأنا ما بقدر أجي أقول أنا والله عندي ظروف من الاحتلال. صحيح إحنا بوضع أكبر معيق هو الاحتلال، إحنا الكهرباء والمي بنتزود منها من الاحتلال، طفى عنا رح نطفي شكليا كلنا رح نقعد بدون كهرباء. بس أنا ما بقدرش بحطها شماعة، في عندي أفق. لازم أنا كأعضاء مجلس بلدي كمجلس أحط خطة اللي أنا يعني ما قدرت أحقق مثلا 180%، أحقق 70، أحقق 60، أحقق 50. أنت عندك تقريبا الفاتورة بتوصل الكهرباء من 26 مليون ل 30 مليون، وأنا عندي سرقات 19. أنت تصور في 2017 كانت السرقات 15 14، حاليا 17% و19%. انت بتحكي عن 8 مليون 7 مليون سرقات. يعني لازم تكثيف الدور مكافحة السرقات بالضبط، وغيره. مع انهم عملوا حاليا في المجلس البلدي بس مش كافي. في عندك عدادات بتقرأ عن بعد، لأنه والله فيش موظفين، فيش عنا كذا، في كتير والله تحديات كبيرة كتير. في اللي هي الآن هاي التحديات بتواجه مرشحين صحيح. ينتظرون المنافسة في الانتخابات قبيل يعني انتهاء الشهر القادم. قديش شايفة الأجواء الانتخابية إيجابية؟ حاسة إنه المرشحين من القائمتين المتنافستين على مجلس بلدي الخليل إنه اليوم قدامهم هاي التحديات وهم قدها؟ أنا بتمنى لهم التوفيق. حتى النظام الانتخابي إنك حاليا إنك بدك تختار أشخاص، كان زمان تختار الكتلة، بس النظام المتبع الجديد إنك بدك تختار أشخاص. هذا كتير منيح، إنه اللي بده يكسب ثقة الناس شخص، فهو ممكن هو حسب الآلية إنه هو ممكن يكون رئيس بلدية أو ممكن ما يكونش، لا بس بنفس الوقت رح يعمل صراع بين نفس الكتلة. أنا جبت يعني تصور، يعني أنا بدي أحكي بالنسبة للستات، تصور إنها ما اندعمتش الست وما عطوهاش صورة، ما عطوهاش أصواتها السيدات أو السادة أو الإخوة، فهي حسب الكوتا لازم تيجي، بس تيجي بصوت مش بتيجيش بأصوات. فتصور فبيجوا الأعضاء، هذا جايب صوت كذا وهذا جايبين كمية، فبصير تنافس. أنا مين بدي أكون رئيس البلدية؟ لا أنا النائب، لا أنا كذا. ممكن يعمل الجو الانتخابي مشكلة مع بين الأعضاء مع بين الكتل. أمنياتنا بالتوفيق لهم. شكرا رب. لوجودك معنا. باشمهندسة ليانا أبو عيشة، عضو مجلس بلدي الخليل
السابق. شكرا لكم مشاهدينا. بهذا ينتهي بودكاست حكي انتخابات من إنتاج شبكة الرابعة الإعلامية. إلى اللقاء.